السلام عليكم ورحمة الله. عزيزي المشاهد، إذا كنت أول مرة تشاهد فيها القناة فلا تبخل علينا بالاشتراك وضغط زر الجرس لتتوصل معنا بجديد الأخبار المغربية. كما أدعوك كذلك إذا كنت مسلما عطر لسانك بالصلاة والسلام على محمد صلى الله عليه وسلم. وضع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم رسميا النظام الجزائري أمام الأمر الواقع بخصوص طلب الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم المتعلق بالسماح للمنتخب المغربي المشارك في بطولة إفريقيا للأمم للاعبين المحليين حول السفر بشكل مباشر نحو مدينة قسنطينة انطلاقا من الرباط. وكشفت تقارير إعلامية أن الاتحاد الإفريقي راسل الجهة المنظمة وطالبها بضرورة تقديم تسهيلات آنية لكافة المنتخبات المشاركة في هذه التظاهرة الرياضية بما فيها المنتخب المغربي. كما طالبت الكاف السماح لطائرة المنتخب المحلي السفر للجزائر بشكل مباشر انطلاقا من المغرب. وقالت ذات التقارير إن النظام الجزائري ملزم بالرد على مراسلة الكاف في زمن لا يتعدى 24 ساعة. هذا وسبق للجامعة الملكية لكرة القدم أن أكدت عدم مشاركة الفريق الوطني في حال عدم السماح بسفر البعثة المغربية برحلة مباشرة من الرباط نحو قسنطينة، وهي المدينة التي ستخوض فيها العناصر الوطنية مبارياتها في الشان.